السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا وهو القروض الحسنة. معنى القرض الحسن إن حد في ضائقة محتاج أموال فبيستلف مني مبلغ، بعد مدة بيسده بلا زيادة. طبعا ممكن تقولي وأنا إيه اللي يخليني أسلفه؟ فإحنا بنذكرك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه في رحلة الإسراء والمعراج النبي وجد على باب الجنة مكتوب أن الحسنة ب10 أمثالها والقرض ب18. يعني أنت لو تصدقت على واحد ب1000 جنيه تاخد ثواب كأنك تصدقت ب10 آلاف، ولو سلفت واحد أقرضته 1000 فأنت بتاخد أجر كأنك تصدقت عليه ب18,000 جنيه. تخيل بقى الأجر والثواب اللي انت هتاخده. والحقيقة إن في بعض الجمعيات الخيرية والمؤسسات الخيرية ومنهم مؤسسة علام بتسعى في التوسع في إخراج القروض الحسنة. احنا بالنسبة لنا في بعض الأصدقاء بيتبرعوا بأموال خصيصا للقروض الحسنة. الإنسان اللي مقترض بنبحث الحالة بتاعته، عرفنا خلاص إن هو عايزها شيء مهم وإنه جاد معانا في السداد، بياخد القرض كل شهر بيدفع قسط على قد مقدرته واستطاعته، وبيسدد المبلغ زي ما استلفه بالظبط بلا زيادة. وإحنا لازم كلنا نشجع القروض الحسنة لمواجهة القروض الربوية. في بعض الناس بتستسهل تروح البنك أو بعض الجهات، وبقت كتير جدا دلوقتي اللي بتدي قروض ربوية، ياخد 10 آلاف يسدهم 15، ولأنهم حرام طبعا فبيدخلوا عليه بالخراب والخسارة، وغالبا ما بيعرفش يسدد فيلجأ لمكان آخر ياخد قرض تاني عشان يسد القرض الأولاني، وبكده يلاقي الإنسان نفسه في دايرة خبيثة من القروض والهم والغم. طبعا ده لأن ربنا سبحانه وتعالى حرم الربا، وربنا توعد الناس اللي بتتعامل بالربا وفي قوله تعالى فأذنوا بحرب من الله. يعني تخيل حرب من ربنا، فهل الإنسان اللي بيقترض بالربا ده هيشوف خير؟ بالتأكيد لا. فاحنا كلنا لازم نتوسع في القروض الحسنة علشان نقدم للناس البديل، عشان لما نقول له بلاش قروض ربوية يبقى احنا بنقدم له البديل. أتمنى أنكم تكونوا عملتوا اشتراك في القناة، علقتوا، عملتوا أعجبني عشان تشجعونا على الاستمرار، وإلى أن نلتقي في موضوع آخر من مواضيع الخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.